السلام عليكم. كتير مننا شاف امبارح افتتاح كأس العالم في قطر، بس كتير مننا بيفكر ازاي قطر هتقدر تأمن المونديال. انا احمد افريكانو وهتكلم النهاردة عن تأمين قطر للمونديال. قطر استعانت ببعض الدول زي بريطانيا وامريكا وتركيا وبعض الدول العربية في تأمين سمائها وتأمين الحدود البحرية بتاعتها، وكمان في فرق او مجموعات بتأمن مع قوات الامن الداخلي القطرية المشجعين والملاعب والطرق. ودي عبارة عن اتفاقيات ما بين الدول وما بين قطر، خصوصا علشان ينجح تأمين فعاليات كأس العالم. ده باختصار شديد جدا ازاي قطر هتقدر تأمن المونديال. فحد ممكن يسأل يقولك طب ما قطر كده هتكون محتلة والكلام ده. ده بيبقى عبارة عن اتفاقيات بسيطة كده وفي وقت بسيط وصغير علشان يحصل عملية تأمين، زي مثلا بريطانيا بتأمن سماء قطر بالكامل مع أنظمة دفاع جو أرضي تقريبا أمريكية، والسواحل اللي بيأمنها بتبقى دولة تركيا. بالأمن الداخلي بقى المتعاون مع قطر مجموعات من برضو بريطانيا أمريكا الدول العربية، بحيث يحافظوا على الانضباط في الشارع والمشجعين وأعمال الشغب والكلام. بس كده، سلام عليكم.